تاريخ مصر مليء بالأحداث والتغيرات العظيمة التي كونت حضارة عظيمة على مر العصور. البدايات كانت من حوالي 5000 سنة قبل الميلاد، لما بدأت المستوطنات الصغيرة تظهر حوالين نهر النيل. البداية الحقيقية للحضارة المصرية كانت مع تأسيس الدولة الفرعونية الأولى حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، لما الملك مينا وحد مصر العليا والسفلى. من هنا بدأت فترة من الازدهار والبناء كبير لنتج عنه أهرامات الجيزة ومعابد الكرنك وأبو سمبل وغيرها من المعجزات الهندسية. مرورا بالألفية الأولى قبل الميلاد، مصر تعرضت لغزوات واحتلات من جانب الفرس واليونانيين والرومان. فترة حكم الإسكندر الأكبر قدمت للعالم مدينة الإسكندرية اللي أصبحت مركزا للفكر والعلم والثقافة في العالم القديم. بعد كده تعرف الدولة بمصر الرومانية والبيزنطية لحد ما جاء الفتح الإسلامي سنة 641 ميلادية وأسس لمصر الإسلامية. الفاطميين والأيوبيين والمماليك ساهموا كمان في تشكيل الثقافة المعمارية والفنية لمصر. وبقت القاهرة مركز إسلامي كبير. في القرن التاسع عشر، محمد علي باشا جاء ونفذ إصلاحات كبيرة في الزراعة والصناعة والتعليم لتحديث مصر. في القرن العشرين، مصر شاركت في الحربين العالميتين وحصلت على استقلالها من الاحتلال البريطاني سنة 1952 مع الثورة بقيادة جمال عبد الناصر. مر بعد ذلك مصر بفترات من الاستقرار والتطور الاقتصادي بجانب الأزمات السياسية والحروب زي حرب 1973 التي كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. من هنا فضلت مصر دولة محورية في العالم العربي والشأن الدولي.